زيتونة اليوم، كيد النسا. كيد النسا ده يا ست الكل فن ليه ناسه، يعني ليه ستات وبنات معينين كده. انت مش هتعرفي، يعني انت لو انت جواكي او انت ما عندكيش الفن ده، لما تتشقلبي كده وتتنططي وتقفي على مناخيرك او تتنططي قرد، عمرك ما هتعرفي تبقي زيهم او تعرفي تكيدي زيهم. بصي، انا مش عايزه اقول لك ان كل اللي بيكيد حرابيق وعقارب، لان انا اعرف بنات صحابي هم عندهم الفن ده، يعني هي عندها اللي هي تعرف تكيد. بس حاجتين فرق، واحده هي عندها الفن ان هي تكيد بس هي كويسه من جواها، بس تكيد الناس اللي مش كويسه، لكن ما تكيدش صاحبتها اللي كان في بينها وبينها عيش وملح. تعالي لنا بقى في الحته دي بقى، اللي هي الشخصيه الثانيه، اللي هي الكياده الحربوقه العقربه، اللي انا بقول لك عمرك ما تعرفي تبقي زيها دي اكتر، لان هي ماشيه على مبدا ما خصم فجر. يعني هي كان في بينك وبينها عيش وملح وعشره، وانس ان انتوا اتخاصمتوا خلاص هي ما تعرفكيش، تبتدي تتك وتكيدك على الحاجات اللي هي عارفه انها بتضايقك. انتوا عارفين انتوا الاساتذه، دول فنانين فن. فانت لما تتشقلبي على مناخيرك وتعملي قرد، عمرك ما هتعرفي تعملي الكلام ده، لان انت من جواكي مش كده، مش هتعرفي. انا حاولت الحقيقه، بس حاولت ان انا اكيد الناس اللي مش كويسه، لكن استحاله لو انا حتى عندي الفن ده، استحاله اكيد واحده كان في بيني وبينها عيش وملح، حتى لو هي مش كويسه خلاص هي انتهت من حياتي، لكن ما دخلش نفسي في حاجه زي كده ابدا. خلاصه الكلام يا برنسيسة الجميلات، اوعي تحاولي تكوني زي الناس دي، اوعي تحاولي تكيدي، اوعي تحاولي تضايقي اللي قدامك، خصوصا لو كان في بينك وبينها عيش وملح او كان في بينك وبينها عشره. وانا شايفه من وجهه نظري ان اللي زيك الطيب المحترم اللي من جواه الجميل الابيض، ان هو لو حاول يعمل كده هيجي على حساب اعصابه هو. انت هتحاولي بتحاربي عشان تعرفي تكيدي. فانا من رايي اوعي تخشي او تدخلي في حاجه زي كده ابدا. لما تلاقي اشخاص بالنوعيات دي، انسحبي تماما. حاجه تانية عايزه اقولها لك، مش اي حد تعرفيه نقط ضعفك عشان لما تتخاصمي معاه